ياسمين عز، حضرتك ما تقوليش كلام انت مش قده، وما تعمليش تصريحات وتطلعي تقولها لنا وتقرفينا بيها وانت مش قدها. طلعتي في حلقه من ضمن حلقاتك ودافعتي عن عامل الدليفري وقلتي استوصوا بعامل الدليفري، ادوله من خير ربنا، انتوا مش بتعطوه من خيركم. مش حصل. طب ليه انت بقى ما بتنفذيش؟ شوفي بقى عمال الدليفري اللي جولي واشتكولي منك وقالوا لي ان انت ما بتديهمش عموله او بتديهم تيبس. فين يا حبيبتي؟ ما بتديهمش ليه؟ ها؟ انا لا سعيت للخبر ولا جريت وراه، الخبر جاني لحد عندي كده ووقع عندي. الشكوى جات لي ان انت ما بتديش عمال الدليفري بيهربوا من الاوردر بتاعك يا شيخه. تخيلي انت يا ياسمين بيهربوا منك، بيفضلوا يتحايلوا على بعض مين اللي يروح يوديلك الاوردر، لاني بقول عليك ان انت بخيله جدا وبتكلمينا من فوق ومناخيرك في السماء وبتعمليها باسوأ معامله. هو ده اللي انت بتعمليه. فين بقى اللي انت بتنفذيه؟ لما ده تصريح بس